ثمة أقول لنفسي ولإخواني: فإن وقعت قدمك في بؤرة معصية وجذبت أشواك الذنوب والمعاصي ثيابك، فما عليك إلا أن ترفع قدمك وأن تجذب ثيابك وأن تغسلها وتطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم، وأنت على يقين مطلق بأنه جل وعلا سيفرح بتوبتك إليه وهو الغني عنك. اسمع إلى هذه البشرى، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا، وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد، أذنب عبد ذنبا، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي، وإلا فأين يذهب المسيء إلا إلى المحسن، وأين يذهب الفقير إلا إلى الغني، وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز. فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. اسمع، فقال الله جل جلاله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد، ثم عاد العبد فأذنب، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. اللهم اغفر لنا جميعا. هذا لا يفتح لنا باب الجرأة على الله، بل يفتح لنا باب الرجاء في الله. هذا لا يملأ قلوبنا بالتمرد أو بالتجرؤ، بل يملأ قلوبنا بالخشية والحب والإنابة والتفويض والرجاء. فالله جل وعلا ما من ليلة تمضي علينا إلا ويتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. جل جلال ربي. ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير وينادي ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ يا أخي قم واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعترف له بنقصك وتقصيرك وضعفك وعجزك، وقل: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.